ما جبنا سيره حسام حسن، تعال نروح لحازم امام. جميل. كابتن حازم امام. يا خلود، السلام عليكم كابتن خالد. ازيك يا كابتن حازم؟ كابتن احمد، مساء الخير يا كابتن احمد. كابتن حازم، مساء الخير يا كابتن. كابتن حازم، كلام كتير بيتقال، عايزين نعرف ايه الاخبار. انا عارف ان امبارح في الجلسه تم تفويض حازم امام انه يتكلم مع الكابتن حسام حسن، يشوف طلباته، يشوف هو عايز ايه الفتره اللي جايه ويقعد معاه. والله بص يا كابتن خالد، يعني انا مش عايز اتكلم في الموضوع كتير لانه ما فيش موضوع، يعني الموضوع منتهي وما اعرفش ايه اللي اثار الموضوع ده. احنا كابتن حسام وكابتن ابراهيم ضمنيا ومن زمان يعني متواجدين في نادي الزمالك، بدليل يا خالد ان احنا كابتن ابراهيم بعتنا السنه دي من شهرين يروح المانيا عشان يحضر الموسم الجديد. تمام. كابتن حسام بنتكلم معاه على صفقات الموسم الجديد، فالكلام احنا كلنا متفقين، كابتن حسام وكابتن ابراهيم واحنا كمجلس عارفين الكلام ده يا خالد. الموضوع ان قرار مجلس الاداره يعني احنا عاملينه تكريما للناس قبل الكاس ما يبتدي، يعني نديهم ثقه حتى بغض النظر هنكسب كاس او مش هنكسب كاس، فاحنا واثقين في الراجل ده انه عمل مش عايز اقول انجاز لكن عمل تطور كبير جدا في نادي الزمالك في اداء اللعيبه اللي كانت كلها بتتهاجم من الجمهور ومستواها نازل جدا، هم دلوقتي احسن من احسن لعيبه في مصر. المستوى اللي بيعلى كده انجاز المدرب او بسبب المدرب الكويس اللي بيخلي اللعيبه من حاله لا توازن الموجوده فيها لحاله فورمه عاليه جدا. زي شيكابالا، اول مره نشوف شيكابالا من فترات طويله بالمستوى الثابت، مش مستوى كويس بس. شيكابالا ما يلعبش ماتش كويس بس مش ثابت. دلوقتي اتزان في الملعب، قائد هادي متزن، عارف بيعمل ايه، بيتحرك ازاي. طب كابتن حازم، يعني امتى هتقعد مع كابتن حسام عشان لا احنا النهارده كنت انا وهو والممدوح قاعدين في قعده ومفيش، انا بقول لك الموضوع منتهي يا خالد وانا مش عايز اتكلم فيه كتير لان انا ما اعرفش ايه المشكله اللي حصلت من لا شيء. الراجل قاعد، كابتن ابراهيم قاعد، وكلهم ناس بنتكلم كل احترام وتقدير، وبقول لك ده احنا طيب عشان نكون انا دايما بدخلك في الصميم، وبعتنا لكابتن ابراهيم يحضره، فالكلام كله ما فيش حاجه غلط حصلت. واحنا لما عملنا كده يا خالد بسبب اولا ان احنا الجلسه في شهر 5، الجلسه بتاعتنا الثانيه هتبقى في شهر 6، هيكون الكاس خلص يا خالد. تمام. فكان لازم ناخد هذا القرار، وانا مش شايف ان الناس، بالعكس ده احنا فوضنا كابتن حسام وكابتن ابراهيم ان هم يحطوا الجهاز، ودي يا خالد من اول مره في نادي الزمالك. طيب انا عايز اقول لك طالما فوضت، بنجيب بنجيب المساعدين يا خالد في النادي انت عارف، وبنجيب المدرب على الناس اللي قاعده. طيب انا دلوقتي طالما انت فوضت كابتن حسام، انا على علم او يقال ان كابتن حسام عايز كابتن طارق السعيد. والله يا خالد ما ذكرش هذا الموضوع، وبعدين كل حاجه يا خالد قابله للنقاش. هو عايز ايه، احنا عايزين ايه، مصلحه النادي ايه، مفيش اختلافات يا خالد. كابتن حسام قاعد في نادي الزمالك كل حب وتقدير ومقدرينه جدا، وهو بيحكي لنا كل تقدير واحترام، ومفيش اي مشاكل يا جماعه. انا اتمنى من الساده يعني الناس بس سيبنا الكاس ده نركز فيه وما ندخلش مشاكل في بعض. احنا عندنا كاس مهم جدا وكابتن حسام مركز فيه واللعيبه وكابتن ابراهيم، واحنا كمجلس هدفنا كاس مصر. والله يا خالد ما في اي مشاكل، وزي ما قلت لك الدنيا كلها كانت سهله وقاعدين السنه الجايه واللي ان شاء الله واللي بعديها يعني مفيش مشكله. شكرا كابتن حازم امام. تعالوا نروح كده